النعت الحقيقي والسببي. أخذنا نعت مفرد ونعت جملة. عفوا تركنا يعني نعت شبه جملة. شبه جملة إما ظرف، عفوا قلت لكم أيوة ظرف وجار ومجرور. أيوة إما ظرف وإما جار ومجرور. يعني الأمثلة شاهدت طائرة، شاهدت طائرة، أليس كذلك؟ إذا شاهدت طائرة. بين السحاب السحب معروف. السحاب جيد. رأيت شاهدت أي رأيت. الطائرة معروفة يعني الطائرة. شاهدت الطائرة يعني بين طائرة جرجي بين السحاب جاجماري بين أيوة بين السحاب. شاهدت الطائرة بين السحاب. إذا هنا شاهدت يعني شاهدت طائرة بين السحاب. إذا هذا شاهدت الطائرة في وين؟ في بين السماء. هذه صفة مكان الذي رأيت الطائرة، أي ليس في محل في مطار، يعني شاهدتها بين السماء بين السحب، يعني بين السحب. هذا يعني ظرف المكان هو صفة مكان الذي شاهدت يعني الطائرة. وجار ومجرور شاهدت عصفورا أي طير، كما أيوة كما قال طائر في السماء، أي في جار ومجرور صفة للعصفور، أي صفة لمكان الذي شاهدت يعني العصفور. إذا قمت شاهدت في وفاء عصفورا مفعول به منصوب، في جار ومجرور صفة لعصفور، أي صفة مكان رؤية العصفور. وهكذا بين السحاب أي صفة مكان، لذا سمي بظرف المكان أو بظرف الزمان. والمثال الثالث أو الدرس الثالث هو الدرس الأخير هو النعت الحقيقي، صفة حقيقية وصفة سببية.